والكلمة اليوم ستكون للفنانين الشباب مطربون مغاربة تألقوا في برامج المسابقات الغنائية، اجتازوا بنجاح المرحلة تلو المرحلة. توقفت مسيرتهم في النهائيات نعم، لكن طموحهم الواسع كان أكبر من المسابقات في حد ذاتها. سعد المجرد، سلمى رشيد، ابتسام تسكت، غيرهم كثير، نماذج ناطقة رفضت التوقف مع توقف المسابقة وحققت نجاحات باهرة. نادية أحد. على الرغم من أنه لم ينل اللقب خلال مشاركته في برنامج سوبر ستار عام 2007، عمل سعد المجرد على تطوير نفسه وأطلق مجموعة من الأغاني أولها وعديني. وعديني لا تفرقيني. أما آخر أعماله أغنية المعلم التي قلبت المقاييس وبوأته الصدارة في تاريخ الفن العربي بنسبة تجاوزت 200 مليون مشاهدة، وبهذا سعد لم يخيب آمال من لقبوه بخوليو العرب. أو ما تسمع اللي يخدعك انت مع في برنامج The Voice تمكن فريد غنام من حجز مكان له في التصفية النهائية، غير أنه لم يسعفه الحظ لنيل اللقب، لكنه نال إعجاب لجنة التحكيم والجمهور. ومن مدرجة الجامعة توجهت سلمى رشيد إلى برنامج أرب آيدل في موسمه الثاني وتألقت في جميع مراحل البرنامج. خرجت سلمى رشيد من المنافسة لتدخل قلوب المعجبين، فتضاعف عدد المتتبعين لأعمالها. تألقت لمياء الزيدي في برنامج استوديو دوزيم، كما تألقت في The Voice. لم يكسب اسمها في ظرف الفائز باللقب، لكنها أكدت أن أحلى صوت ليس اللقب بل مواصلة المسار. وخلصتوا ليك تفكر الأيام يا حبيبي والذكريات اللي عشناها. خلال تواجدها في أكاديمية ستار أكاديمي استطاعت ابتسام تسكت أن تلفت الأنظار إليها، وفي مرحلة خطر الاستبعاد حصلت على أعلى تصويت خلال الموسم بنسبة 75%. هو رقم قياسي لم يحقق طيلة المواسم السابقة. ابتسام تسكت أقصيت من المنافسة، لكنها أثبتت مدى جماهيريتها عند المغاربة. أصوات شجية ورائعة، مواهب متميزة وفريدة، خبرة واحتراف ميز المتسابقين المغاربة خلال مشاركاتهم في برامج الغناء العربية. صحيح أنهم لم يمتلكوا الألقاب، لكنهم امتلكوا قلوب الجماهير. لا غرابة في الأمر، إنهم مغاربة ويدركون جيدا كيف يفتخرون بمغربيتهم.